مرة أخرى يعود الجدل ليشتعل في كأس إفريقيا، لكن هذه المرة ليس بسبب مباراة أو نتيجة، بل بسبب تصريحات مستفزة أطلقها محلل تونسي هاجم فيها المنتخب المغربي بشكل غير مسبوق. المحلل قال بالحرف إن المنتخب المغربي فارغ كرويا وضعيف المستوى، واعتبره مجرد منتخب منفوخ إعلاميا لا أكثر ولا أقل. راهو النتيجة ذي خايبة برشا، تحب ولا تكره. اليوم غدوة تتكلاسا ثاني، ربما تنجم تقابل المنتخب المغربي منظم الدورة، والمنتخب المغربي تحب ولا تكره فارغ كرويا، فارغ منتخب منفوخ اعلاميا، ما فما شيء. في تصريح آثار صدمة وغضب الجماهير المغربية، ولم يتوقف عند هذا الحد، بل ذهب أبعد من ذلك حين اتهم التحكيم بالتحيز للمغرب في هذه البطولة، مشيرا إلى أن أي مواجهة محتملة بين المنتخب التونسي ونظيره المغربي ستكون حسب زعمه محسومة تحكيميا لصالح صاحب الأرض. لكن للأسف قاعد نشوف حاجات في التحكيم قاعدة تدز مع المنتخب المغربي في الكأس هذه، وهذا يعني يخافوا منه نحن. ولذا يا سامي طرابلسي غلطت غلطة إن شاء الله ما ندموش عليها في بقية باركور الكأس فريق. فرجاني تصريحات خطيرة تحمل اتهامات مباشرة وتشكيكا واضحا في نزاهة كأس إفريقيا، وكأن نجاح المنتخب المغربي في السنوات الأخيرة لا يعود للعمل ولا للنتائج، بل لأسباب خارج المستطيل الأخضر. هذا الكلام فجر موجة غضب عارمة بين المغاربة الذين اعتبروا ما قيل تقليلا من قيمة منتخب شرف الكرة العربية والإفريقية، منتخب بلغ نصف نهائي كأس العالم وفرض احترامه على أكبر المنتخبات العالمية، وليس وليد الصدفة أو النفخ